كم مرة فتحتوا 10 مواقع عشان تدوروا على صورة أو موك اب وفي الآخر ولا حاجة عجبتكم؟ الحقيقة مشكلتك مش في المواقع، مشكلتك في طريقة البحث نفسها. النهاردة هقول لكم على 9 كلمات لو استخدمتهم هتغير شكل النتائج تماماً وهتوفر وقت رهيب. بصراحة أغلب المصممين بيكتبوا كلمات عايمة جداً في البحث، يعني مثلاً يكتب بيزنس مان فتلاقي صور عادية جداً. النتيجة تضييع وقت ونفس الصور اللي كل الناس شافتها قبل كده، مش كده؟ تعالوا بقى للجزء المهم، الكلمات المفتاحية. الكلمات دي زي المفاتيح السحرية، لو استخدمتها صح هتفتح لك صور وملحقات عمرك ما كنت هتوصلها بالبحث العادي. تعالوا نشوفهم واحدة واحدة. جيومتريك يعني تصميم فيه أشكال هندسية، دوائر، مربعات، مثلثات، مفيد جدا للبوسترات والمينيمال ديزاين. brush stroke تأثير ضربات الفرشة بيخلي الصور شكلها فني ويدوي، تحفة للديزاينز الإبداعية. arrow collection بتدور على أسهم، الكلمة دي هتجيب لك مجموعات كاملة جاهزة مثالية للإنفوجرافيك. textured يعني الصورة فيها خامات وملمس، خشب، قماش، ورق، دي بتدي عمق للتصميم بدل ما يبقى مسطح. ستيكر لو عايز عناصر شبه الستيكرز حلوة جدا للسوشيال بوستس والستايل الشبابي. دودل رسومات عشوائية مرسومة بإيد، لو عايز لمسة مرحة أو شخصية للتصميم دي كلمة الصح. abstract تصميم تجريدي، أشكال وألوان بدون شكل محدد، حلوة جدا كخلفيات مودرن أو بوسترات. هاف تون التأثير النقطي بتاع الطباعة القديمة بيديك إحساس ريترو أو كوميك. بوديوم دي أساسية للموك اب، هتلاقي ستاندات وبلاتفورمز لعرض المنتجات بشكل فخم. نصيحة، جرب تدمج كلمتين أو 3، النتيجة هتطلع أروع مما تتخيل. بصوا معايا الفرق، هنا بحث عشوائي عادي، وهنا نفس الحاجة بس بالكلمات المفتاحية الذكية. شايفين الفرق؟ فرق السما من الأرض. كل ده عشان عرفت تكتب اللي في دماغك صح. ما تنسوش تقولولي في الكومنتات أكتر كلمة عجبتكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتشاركوه مع أصحابكم. أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.